أهلا وسهلا مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى على قناتكم ديزا توداي. من فضلكم أخواتي وخياتي الجزائريين لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا من ترك آرائكم في خانة التعليقات، ونواصل في السياق مع بعض متابعينا الكرام. وكما تعلمون حاليا الجزائريين المغتربين وخاصة المقيمين في فرنسا وبالضبط في مدينة مارسيليا، هذه الجزائريين يغلقون مارسيليا كما تشاهدون، ويفتحون أبواب حرب أهلية ستضرب أوروبا بعد فوز اليمين المتطرف. وأيضا تفاعلت وسائل الإعلام الروسية على خبر تصدر اليمين الفرنسي المتطرف لنتائج الانتخابات التشريعية في مرحلتها الأولى بشكل كبير. وأيضا كما راكم تشوفوا متابعينا الكرام في فرنسا واشتعال بعد فوز ماري لوبان بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية مع حزبها اليمين المتطرف، حيث خرج المسلمون واليساريون والشيوعيون الشوارع واندلاع مواجهات مع الشرطة تنديدا ضد هذا الفوز الغير المستحق لليمين المتطرف الذي صعد يعني بطريقة غير مرغوبة. في السياق متابعينا الكرام، وكشفت نتائج الجولة الأولى من هذه الانتخابات التشريعية الفرنسية اللي تصدرها اليمين المتطرف، وخلات بسبب هذه الانتخابات راه صار انقسام كبير في الشارع الفرنسي، وين عمت الفرحة تاع معقل اليمين المتطرف في الوقت اللي سادت فيه المخاوف في مناطق أخرى كما مارسيليا اللي تعتبر ثاني أكبر مدينة في البلاد وموطن الهجرة ومعقل الجزائريين. وثاني راهو يخشى عدد كبير من السكان من وصول اليمين المتطرف إلى السلطة بشكل فعلي. وفي هذا الصدد دقت روسيا ناقوس الخطر، مشيرة بأن أوروبا راهي على أعتاب حرب أهلية كبيرة، وراح يعم الخراب في أرجاء القارة، وراح تبدأ من فرنسا بعد وصول اليمين المتطرف الفرنسي إلى السلطة. وهنا أشارت باللي فرنسا راح تذوق ما كانت تصدر إلى الدول الإفريقية، بمعنى أنها راح ينقلب السحر على الساحر، وكما كانت تفعل بدول العالم الثالث راح يصرى لها. وأيضا ثاني بعد دعمها للحروب الأهلية وكانت تغذي الصراعات من خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية، وحتى أنها كانت المساهم الأول في هندسة الانقلابات العسكرية فيها. إذا خوتنا في هذا السياق كما راكم تشوفوا أعمال شغب وحرائق في فرنسا بسبب واش راه صاري من فوز اليمين المتطرف. وكما راكم تشوفوا الجزائريون حاليا راهم أمام حتمية التوحد، بمعنى أنهم يكونوا يد واحدة لمواجهة هذا اليمين الفرنسي المتطرف اللي راه عنده نية في أنه راح يقوم بعمل قوانين صارمة وجديدة ضد كل المسلمين في أوروبا خاصة فرنسا، وضد الجزائريين بصفة عامة وخاصة. إذا خوتنا هذه الحاجة ما صارتش منذ الحرب العالمية الثانية، وإن حقق هذا اليمين الفرنسي المتطرف ممثل في حزب لوبان تقدم ملحوظ على منافسيه في سباق الانتخابات التشريعية المسبقة، إلا أنه هذا التقدم ما كانش كافي باش هذا التيار يتمكن من إطباق حكمه على فرنسا، لأنه ما حققه راه يعتبر أغلبية نسبية تضعه تحت رحمة البحث عن ائتلاف قد لا يتحقق. وثاني تلقى المهاجرون وأبناء الجالية الفرنسية في فرنسا نتائج الدور الأول، وتعاطوا مع الدور الأول كما شفنا من خلال هذه المظاهرات والحروب الأهلية. ولكن مازال الدور الثاني، وفي حال أنه فاز هذا اليمين المتطرف في الدور الثاني وهذا الاستحقاق، وأنه كان احتمال أنه يقود الجهاز التنفيذي واللي راح تواجهها بدون شك من عقبات كبيرة. وبالنظر إلى رفض شريحة واسعة من الفرنسيين ووصول متطرفين إلى سدة الحكم من شاكلة حزب لوبان، حتى أنه خرج النائب عن الجالية الوطنية بالخارج في فرنسا سعد العناني في تواصل، وقال بأن هذه النتائج الدور الأول جاءت بما كان يتخوف منه الكثيرون، وهذا هو تقدم اليمين المتطرف بقيادة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية على معسكر اليسار بزعامة حزب فرنسا الأبية اللي راه يقودها السياسي الثائر جون لوك ميلانشون.
وثاني معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون اللي خسر الأغلبية المطلقة واللي حققها في الانتخابات التشريعية السابقة. خوتنا واش راح يصرى دركا حاليا باش يتصدوا لهذا اليمين المتطرف؟ هو أنهم راهم يقوموا حاليا في خطوة، راهم عشرات المرشحين راهم ينسحبوا من الانتخابات التشريعية، وفي هذه الخطوة اللي راهم يديروا فيها باش يبنوا جبهة موحدة وتمنع حزب التجمع الوطني هذا تاع المتطرف أو اليمين المتطرف باش يوصل للسلطة. كما شفنا أنه حقق مكاسب تاريخية وفاز بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وحاليا انسحب ب 180 مرشح يساري وآخرين من معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، اللي راهم أهلين للجولة الثانية من الانتخابات وفق ما ذكرت به إذاعة مونتي كارلو. وثاني زعماء الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية وتحالف الوسط اللي راه ينتمي له ماكرون قالوا أنهم سيسحبون مرشحين في المناطق اللي راه يحظى فيها مرشح آخر بفرصة أفضل باش يتغلب على حزب التجمع الوطني في الجولة الثانية من يوم الأحد المقبل. ونقلا عن مصدر اللي حضر هذا الاجتماع المغلق، قولوا أنه ماكرون أخبر الوزراء أمس الاثنين أن منع حزب التجمع الوطني من الحصول على الأغلبية هو الأولوية القصوى، بمعنى قال لهم ديروا له ماكسيموم تاعكم ما تخلوش هذا اليمين المتطرف باش يطلع إلى الوزارة. وأضاف المصدر أن هدف هذا الاجتماع كان التأكيد بأن الاتفاق سيسرى على مرشحي حزب فرنسا الأبية، وثاني على أساس النظر في كل حالة منفردة، موضحا أن ماكرون أنهى كلمته في اجتماع قصر الإليزي قائلا هجوم، بمعنى أتاكي كونتر هذا لاسومبلي ناسيونال تاع اليمين المتطرف، بمعنى ماكرون وماهوش عاجبه الحال منهم. ولا تلاحظوا خاوتنا يعني حاليا بالرغم من أنه كما شفنا مؤخرا التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بنظيره ماكرون في قمة إيطاليا، إلا أنه دائما مرما يتلاقى الرئيس الجزائري مع نظيره الفرنسي تبون وماكرون، وديما يخرجوا هذوك لي بينوار ولا تاع المخابرات الخارجية الفرنسية، كما شفنا السفير السابق دريانكور خرج وحاول أنه ينبح وحاول يشوش ويثير البلبلة. هذا من خلال مشاهدتنا لهذا اللقاء اللي جراه مع المدير السابق للمخابرات الخارجية الفرنسية آلان جوي وكذا كلود ميدوري، ورغم يعني محاولته لتشويه الجزائر وحاول أنه يقدم صورة سوداوية حول مستقبلها، ولكن لم يستطع دريانكور هذا أنه يخفي هذا الألم تاعه من طريقة اللي راهي تتعامل بها الجزائر مع فرنسا، وكأنه يعني كابوس أو حلم لا يستطيع الاستفاقة منه. وهذا الشعور اللي راهو يتقاسمه كل اليمينيين في فرنسا، حيث يعني راه يعيد ويكرر أنه فرنسا راه قدمت تنازلات كبيرة للجزائر، وبدل أن تبدي هذه الأخيرة امتنانها أصبحت أكثر طموحا وإلحاحا على الحصول على المزيد دون تقديم مقابل. يعني حتى لو اتجهت فرنسا إلى التقرب مع المغرب فإن الجزائر راح تستغل الموقف وتطالب مرة أخرى بتنازلات مقابل سكوتها عن التقارب الفرنسي المغربي. وبطبيعة الحال خاوتنا أنه الجوهر تاع الحصة هذا اللي داروه راه موجه للرئيس ماكرون باش يضغطوا عليه، وعلى الأقل يذكروه بأنه بضرورة عدم التنازل للجزائر أكثر. يعني في الشخصيات اللي شاركت في هذا اللقاء راه يتعبر أو تعبر يعني الواجهة تاع الدولة العميقة الفرنسية اللي راهي مكونة من جنرالات ومسؤولي ومخابرات ووزارة خارجية اللي راهم متشبعين جميعا بفكر تاع فوكار وأحلام لا فرنسي أفريك، بمعنى الفرنسا أو فرنسا ما بعد إفريقيا، يعني ما بعد البحار. كما شفنا خاوتنا كان هذا أبرز ما يدور في الساحة السياسية الدولية، واللي هم نحن كجزائريين وخاوتنا الجزائريين المغتربين بفرنسا في الدرجة الأولى من يعني هذه التقلبات السياسية والمناورات الخطيرة اللي راهي تشهد لها بوابة أوروبا أي فرنسا. يعني كما شفنا أنه حتى بعض الدول الأوروبية راهي تصرح باللي الحرب الأهلية راح تقلع من فرنسا، وهذا الشيء مازال ما صراش منذ الحرب العالمية الثانية. خاوتنا ما تنسوش خلونا راكم في التعليقات، ونلتقي في حصة أخرى إن شاء الله، وسلام لكيب فرجة ممتعة.